السلام عليكم. انا جهاد ابراهيم، وعايزه اتكلم مع طلبه الثانويه العامه كده كلمتين يعني من غير اي تخطيط. انا حابه بس اتكلم معاكم في كام حاجه انه ما بعد الثانويه العامه. انا خلصت دلوقتي ثانويه عامه واتبسطت وارتحت يومين، عايزه اعرف اعمل ايه من دلوقتي لحد ما النتيجه تطلع. هقول لكم شويه حاجات انا عن نفسي عملتها، ومش عيب خالص ان احنا نرتب ونبقى منظمين ونسبق كل حاجه بخطوه. ان انا حطيت 3 سيناريوز. لو انا دخلت الكليه اللي انا عايزاها، يعني لو جبت المجموع اللي يدخلني الكليه اللي انا عايزاها هعمل ايه، ولو جبت مجموع نص نص، ولو جبت مجموع قليل قوي. وده مش عيب في اي حاجه، يعني هو كده كده ان شاء الله، يعني ربنا يحقق لكم كل امنياتكم، وكده كده ده نصيب في الاول وفي الاخر. هو ربنا بس بيوجهك لطرق ومسارات بتكون انسب ليك من اللي انت اصلا بتكون راسمها في دماغك. طيب انا المفروض اعمل ايه؟ انا بحط ال3 سيناريوز دول، وابدا اشوف ايه الكليات المتاحه في كل سيناريو من السيناريوز دول. انا لو جبت من كذا لكذا هدخل ايه، ولو من كذا لكذا هتبقى ايه الاوبشنز اللي متاحه معايا، وايه منهم اللي هيبقى مناسبني. انا مثلا شخص بيحب اللغات جدا، فانا هفكر في اللغات دي من اول ألسن، واشوف انا ألسن دي حلوه بالنسبه لي وجميله وانا بحبها. طب لو ألسن مش موجود، ممكن ادخل اداب، مثلا لغات شرقيه، اداب انجلش، اي حاجه من الحاجات دي. اشوف ايه اللي متاح عندي في الكليات اقدر ان انا ادخلها، لان ده بيفتح عندك خطط بلان A وبي وسي تقدر تعملها دلوقتي احسن من انت تستنى قدام. بصوا يا جماعه، هي الثانويه العامه مش نهايه الحياه، وربنا دايما بيختار لنا الافضل. يمكن احنا دلوقتي ادركنا ده بعد ما انا خلاص اتخرجت ونزلت سوق العمل، ولقيت انه التميز بتاعك مش انك دخلت كليه معينه. ناس كتير قوي بتتخرج معاك من نفس الدفعه، انتوا الاثنين بتكونوا عديتوا بنفس الظروف، ولكن كل حد فيكم بيتميز بشكل معين في مجال تاني خالص، غير الاولاني خالص. فهو التميز بتاعك في طريقتك انت، وفي تعاملك انت، وفي بنائك لشخصيتك انت. فما تخلوش صدمة النتيجة او خضة النتيجة، سواء هي حاجة حلوة او حاجة مش حلوة، ان هي تخليكم مذبذبين متوترين. فعشان كده انا بقول لكم ايه، في ناس بتفوق من النقطة دي، يا اما من فرحة وعظمة ان هو حقق حلمه ودخل اللي هو عايزه، او من حزن ان هو محققش الامنية اللي هو عايزها متأخر. فبيلاقي نفسه دخل كليه هو مش عايزها اصلا، ولا مناسبه ليه، ولا هو اصلا الكواليفيكيشنز بتاعته تفت في المكان ده. فبيدرك ده متاخر، بعد ما يعدي في الكليه دي سنه او سنتين، او حتى بعد ما يتخرج ويلاقي ان هو ما كانش هو ده المجال اللي هو كان عايزه اصلا. فعشان كده اختاروا من دلوقتي وقرروا من دلوقتي كل الاوبشنز اللي ممكن تدخلها، بحيث انك تبقى مرتب. مثلا 20 كليه انا ممكن اختار اي حاجه منهم، انا هبقى تمام. ولو عندكم اي اسئله في كليات معينه محتارين فيها، اكتبوها لي في الكومنتس وانا هرد عليكم. وما تنسوش ان انتوا عديتوا بواحده من اصعب المراحل الحياتيه في حياتكم. ثانويه عامه احنا يمكن اديناها اكبر من حجمها، هي مرحله عمريه من بين كل المراحل، ولكن كل الاسترس اللي موجود فيها بيخلي ان هي واحده من اصعب الاوقات اللي ممكن تعدوا عليها. ان شاء الله ربنا يحقق لكم امنياتكم كلها، وتدخلوا كل الكليات اللي انتوا نفسكم فيها، وتكتبوا لي في الكومنتس عملتوا ايه بعد كده. مستنياكم. باي.